مساء الخير على حضراتكم. انا مهندس محمود الحسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي. النهارده الفيديو ده انا بقدمه بتاريخ 4/3/2023. الوضع اللي بتمر بيه البلد متوقع ان هيحصل تعويم تاني للجنيه، متوقع ان الدولار ممكن يوصل ل 34 و 35 جنيه. دي المؤشرات العالميه، ومتوقع ان هيبقى فيه اصدار شهادات تانية. طيب الاوقات دي هي اوقات صعبه على البلد جدا جدا، ولكن احنا عشان مرينا بالموضوع ده 3 أو 4 مرات، فبفضل الله من بعد اول مره اتعلمنا وحققنا ارباح كويسه، وحاولنا على قد ما نقدر نحافظ على فلوس المستثمرين. الفيديو ده معمول للناس اللي هي عايزه تحقق ربح سريع جدا في فتره صغيره. وهقول لحضراتكم الفرص الاستثماريه تنقسم لكذا فرصه. اول فرصه وعلى كذا نطاق، يعني هكلمك على نطاق الساحل الشمالي، هكلمك على نطاق زايد، هكلمك على نطاق التجمع، هكلمك على نطاق العاصمه الاداريه الجديده. هبدا مع حضرتك بالساحل الشمالي. الساحل الشمالي دلوقتي معظم المشاريع والشركات موقفه بيع. لو حضرتك عندك امكانيه ان انت تشتري حاجه تكمله اقساط من شركه معينه، زي مثلا ماونتن فيو، زي تطوير مصر، الناس دي احنا بفضل الله حققنا لهم ارباح كبيره في الفتره اللي فاتت. للاسف الاسعار زادت جدا 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 في التجمع الخامس، وسامع ان نجيب ساويرس لما هينزل بالشقق السكنيه المتشطبه في زد ايست هيتكلم في سعر متر للشقه، بنتكلم في 47,000 جنيه. شقه ال 100 متر هتخش لها في 4,700 لغايه 5 مليون جنيه. لو انت بتشتري شقه 200 متر هتخش لها في 10 مليون جنيه. فما بال حضرتك بالفيلات. في العاصمه الاداريه الجديده ما اشتريش في اي مشروع، اشتري مع الشركات الكبيره الناجحه. عندي فرصه في بيراميدز، ولكن بيراميدز هتنزل الطرح بتاعها ان شاء الله هيكون بعد رمضان. لو حد من حضراتكم عايز نحجز له في بيراميدز، انا عامل استمارات بالفعل في بيراميدز. في الداون تاون الفندقي يا جماعه بتاع نايل بيزنس سيتي، يا جماعه نايل بيزنس سيتي الفندقي هو اقوى استثمار دلوقتي موجود على مستوى مصر. عدد الفنادق ال5 نجوم اللي موجودة على مستوى القاهرة لا تتعدى ال30 فندق المعتمدين اللي الناس بتنزلهم وبتروح فيهم. النهارده الأسعار قبل التعويم للغرفة من $250 الحد الأدنى لفندق 5 نجوم، وصلت ل 590 و600، وأنا بتكلم على الغرف العادية، ما بتكلمش على الجناحات المعينة اللي حضراتكم عارفينها. فشوف حضرتك هتسعر الدولار على كام وتحسبها. ساعة بنتكلم ان هي وصلت لرقم كبير جدا للغرفه لليله. مشروع نايل بيزنس سيتي بمنتهى الاختصار لما يطلع انت هتسمع ارقام تانية خالص، ومفيش استثمار فندقي ومفيش فنادق على مستوى مصر. حضرتك افتح بوكينج هتلاقي فيه 188 فندق، اعمل فلتر واكتب 5 نجوم هتلاقي نازل لك 28 او 30 فندق. فعشان تبقى انت فاهم الدنيا رايحه فين، وعدد الفنادق اللي موجوده في العاصمه هو قليل جدا. فده انا ممكن برشحه بقوه الفتره دي، خصوصا ان التسكين بتاع العملاء بتاعه هيكون في خلال 6 أو 7 ايام، يعني المفروض هيكون قبل التعويم. فده فرصه قويه جدا. طيب كتجاري عندي مشروعين اقوى من بعض. مشروع مبني في منطقه الخدمات على المحور المركزي اسمه سيتي هول ستريب، الاسعار بتاعته منطقيه، مشروع فيه انشاءات قويه وبنفس كونسبت ووتر واي. وعندي مشروع دبي اوبسيدير، ناطحه سحاب دايركت على محور محمد بن زايد والنهر الاخضر. عامل لك طريقه دفع، انا شايف ان هي طريقه دفع مميزه جدا. انت بتثبت سعر بالقسط، والمقدم بتدفعه بعد 3 شهور. فانت وانت دافع القسط بتاعك ده، انت سعر الوحده بتاعك اوتوماتيك هيكون زايد. لو احنا اتكلمنا على نموذج نايل بيزنس سيتي في الاداري، الناس اللي معايا بتطلب من 8000 جنيه اوفر للمتر، وصل ل 25,000 جنيه اوفر للمتر. الناس اللي معايا اللي كانت موجوده في بيراميدز بتطلب على الوحده التجاريه من 600,000 جنيه لغايه بقى الرقم على حسب المساحه اللي هو واخدها كتجاري. الناس اللي معايا في دبي واشترت في الاداري حققت ارباح كبيره جدا 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 جدا. النهارده دبي بنكرر اللي عملناه في الاداري، لان التجاري بتاعه هيكون على 10 سنين، بس المره دي بدل ما هدفع ال 10% النهارده انا هدفعها كمان 3 شهور. يعني انت هتدفع 2% وتثبت سعر محل وليكن ب 10 مليون، فمعدل الزياده هيكون من ال 10 مليون. احنا بنتكلم على الزياده جايه لا محاله من 10% لغايه 15 و20%،
في الفترة الصغيرة دي اقل من شهر، حضرتك هتسمع زيادة في كل التسعير اكتر من 10%. فزي ما انا قلت لكم اختصارا، لو عندك بايدك تاخد حاجة تكملة اقساط باوفر معقول في الساحل الشمالي في مشروع محترم، توكل على الله. لو عندك امكانية دلوقتي تشتري حاجة تجاري واداري في التجمع الخامس ويكون التسعير منطقي موجود، لو عندك امكانية دلوقتي تحط الحجز وتبدأ تتسكن في مشروع نايل بيزنس سيتي، اطول فندق على مستوى افريقيا، وانا برشحه بقوة لان انا شايف ان التسعير بتاعه لما يتكلم في 130 الف جنيه في مشروع زي ده بالخدمات اللي عاملها، والمطورين اللي جنبه مثلا زي صبور بيتكلم في 180 الف جنيه وما بيسلمكش الفرش كامل ولا الخدمات اللي بيقدمها لك نايل بيزنس سيتي. كتجاري برشح دلوقتي مشروع اوبسيديان ومشروع سيتي هول. يا رب اكون افدتكم. اللي بيفكر يا ريت ينفذ الفترة دي، يا ريت ينفذ الفترة دي. بشكر حضراتكم جدا 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 ومستعد لاي استفسار، ومع حضراتكم دايما، وربنا يا رب يكرمكم ويوفقكم دايما.